بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة ينفرج بها الكرب وتنحل بها العقد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم آمين يا رب العالمين. حبايبي الغاليين، اللي يخش عندي القناة جديد أو من المتابعين يعمل لايك ويشير الفيديو على قد ما يقدر، ولو جديد يعمل اشتراك. وطبعا عارفين اللي دل على الخير كفاعله. ربنا يجعلنا ويجعلكم من أهل الجنة يا رب العالمين. هنتكلم النهاردة عن آية جميلة جدا جدا من آيات القرآن الكريم، لها مدلولات ولها عظمتها عند ربنا ولها الخير لينا إن شاء الله. الآية ديت مدلولها إيه في كتاب الله عز وجل؟ هي أفضل آية في مدح وتجلى، في هي يعني إيه مدح وتجلي، فيها إعلان الوحدانية لله عز وجل، وإن سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. طبعا كلنا متفقين ان ربنا واحد لا شريك له، بس هي يعني الايه دي بتثبت يعني ايه كده. وهنيئا لاي حد بيقرا الايه ديت، لان فضلها كبير جدا جدا، ومن قراها يعني هيدخل الجنه ان شاء الله. هتقريها بقى امتى؟ دبر كل صلاه. احنا بنصلي في اليوم 5 صلوات، ورا كل صلاه بنقراها 3 مرات. طب هتعمل لنا ايه؟ قلنا ان هي هتدخلنا الجنه. طب هي كده بس؟ لا طبعا. من يقرأها دبر كل صلاة لن يمسه شيطان. يعني ربنا هيحفظك من ان ايه يمسك شيطان. يعني ممكن الآية ديت تعصمنا وتبقى حصن لنا من السحر والحسد. عارفين ان موضوع السحر والحسد منتشر جدا جدا اليومين دول، والناس بقت عندها هستيريا بصراحة من الموضوع ده. ربنا يحفظني ويحفظكم يا رب العالمين. فزي ما قلت لكم، لا يمنعه شيء من دخول الجنة إلا الموت من يقرأ هذه الآية. ومن يقرأها جعل الله عليه حافظ لا يقربه شيطان. طب ايه هي الآية ديت؟ هي آية الكرسي، اللي هي بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. أتمنى أن أنا أكون قريتها كويس، يعني ما غلطتش فيها. هنقراها ورا كل صلاة 3 مرات، وربنا يحفظنا ويحفظكم من كل شر، وأشوفكم في حلقة جاية بإذن